السلام عليكم. لو مش بتتابعوا قناتي أنا شيماء، ياريت تتابعوني فضلا وليس أمرا. لايك وشير وسبسكرايب إذا عجبتكم وصفتي. هنا هنعمل بسبوسة الأكياس الجاهزة، خطوات سهلة وبسيطة. إن شاء الله هتبقى ناجحة معاكي من أول مرة. تابعوني عشان نعرف التريكات بتاعتها والحركات. إن شاء الله بإذن الله هتطلع ناجحة معاكي وهتعتمدي الوصفة دي على طول. أو لو انتوا شايفينها دايبة ومرملة وشاربة الشربات بتاعها، يعني مش عايزة أقول لكم إن هي يعني من كتر ما هي دايبة مش هتعرفي تمسكيها. هنا أول حاجة هنجهز الشربات بتاعنا. الشربات لازم يكون متوسط، لا هو خفيف ولا هو تقيل. هنحط قد السكر، قد مية. هنحط كوبايتين من السكر. سكر حبيبات عندك عادي. هنا بقى هنحط الكوباية التانية بتاعة المية. أهم حاجة نحط المية بتاعتنا بالراحة كده علشان ما تحطش السكر ما يروحش على الأطراف كده ويبقى يتحرق مننا في على النار. هنحط عصرة من الليمونة، عصرة نص ليمونة كده يعني. من الليمون كده على النار بالظبط من وقت الغليان هناخد 6 دقايق. هنا بقى هبتدي الوصفة بتاعتي. هنجيب كيس من كيس من البسبوسة الجاهزة اللي هي في السوبر ماركت. أي نوع بسبوسة تحبيه. إن شاء الله الوصفة دي هتعتمديها كل مرة، بسيطة وإن شاء الله هتعجبك. دايما بتسأل السؤال ده ان انا البسبوسه عندي ما بتبقاش طريه، بتبقى ناشفه. حتى الاكياس الجاهزه، فان شاء الله هعتمد الوصفه دي وباذن الله هتبقى تعتمديها على طول. ماشيين كده في الفيديو هنقول مع بعض التركات اللي لازم نخلي بالنا منها. هنا هنجيب 3 معالق من السمنه. ممكن تحطي سمنه على زبده عادي. 3 معالق بما يعادل تلت كوبايه من اللي احنا بنستخدمه. هنبسها ممكن بايدك ممكن بسباتيولا اللي انت حابه تعمليه. هنا هنقلبها كويس، وعلشان ما ننشطش العرق بتاع دقيق السميد، اهم حاجه ما يبقاش عجيني. هنمشي مع بعض خطوه بخطوه علشان تبقى ناجحه معاكي. السميد مع الماده الدهنيه عشان تبقى مرمله كده شبه الرمله المبلوله او المنديه. الوصفه سهله وبسيطه وان شاء الله هتعجب. مزجت كده كل المكونات مع بعض. هنا كنا خلاص اهو. هوريكم دلوقتي القوام بتاعها اهو، شايفين اهو شبه الرمله المبلوله زي ما احنا قلنا. تمام كده.
بعد كده هنجيب علبة من الزبادي، علبة الزبادي العادية الصغيرة بتاعتنا. هنستخدمها دلوقتي، هقول لكم هنستخدمها في ايه. هنقلب الزبادي في الدقيق بتاعنا. مش جامد علشان زي ما قلنا. احنا بقى هنشوف علبة الزبادي بتاعتنا هنعمل فيها ايه. العلبة الفاضية بتاعتنا هنا هنحطها بالظبط. المالية بتاعتها حليب، يعني قد علبة الزبادي هي العلبة هنحط لها حليب. حليب ما نقلبش كتير علشان يعني ما تنشفش برضه معانا. هتقلبي اكتر كل ما هتنشف معاكي اكتر، بالذات لما تحطي السوائل. اهو شايفين بنفس المالية بتاعة الزبادي حطينا لها حليب، ما نزودش عن كده. هنقلب بالراحة كده اهو، تقليب خفيف كده، بحيث كل الحليب يمتزج مع دي السميد بتاعنا، ما تبقاش حتة ناشفة وحتة طرية. اهو التقليبتين بالظبط 3 كده وخلاص. شوف بقى عندي مكونين 2، هنشوف هنحط لها ايه دلوقتي. هنا معلقة من الزيت. ليه معلقة من الزيت؟ هقولك ان الزيت بيخلي سطحها كده او وشها مقرمش، يعني وش مقرمش كده وحلو، وفي النص هشة وطرية ومرملة. هنا بقى معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلب مع بعض. المكون اللي انا بحب احطه علشان تبقى متماسكة وفي نفس الوقت طرية وهشة الدقيق. انا بحط معلقتين من الدقيق. ليه الدقيق؟ هقولك علشان يمسكها، يعني البسبوسة هنا هتبقى طرية جدا ومرملة جدا، فالمكون ده هيخليها هشة وفي نفس الوقت ماسكة نفسها. معلقتين من الدقيق. انا مش عارفة اذا كانت التصوير جايبه ولا لا، بس انا حطيت معلقتين من الدقيق. حطيت معلقتين من الدقيق. حطه مع البسبوسة علشان يخليها متماسكة. هنا هندهن صينية مقاس 28، اللي هي الصينية المتوسطة. المكونات بتاعتها تدهني بقى سمنة مع طحينة، سمنة بس زي ما انت حابة الموجود عندك. جاي في نفس الوقت متماسك، يعني انت مش عارفة اذا كان هي يعني مش عارفة اقولك من كتر ان هو قوامها حلو جدا، بتنفرد معايا بسهولة وفي نفس الوقت ماسكة نفسها. عشان تساوي الأطراف لو كانت عالية كده تهبط. حطها على درجة حرارة 180. لو لاحظنا ان الأطراف بتاعتنا آه لونها يعني بقى كده حلو كده واصفر كده او محمر كده، فانا خلاص كده هولع الشوايه من فوق. هنا بقى حسب ذوقك، لو انت عندك مكسرات ممكن تحطي لها من فوق. انا بحب اعملها بجوز الهند بصراحه. فهنا لو انت حابه تحطي
مستوية ازاي؟ بس ان هي سطح واحد كده، لا حتة عالية ولا حتة واطية، كده مظبوطة خالص. الشربات بتاعنا كان جاهز خلاص، وكان برد كمان. يعني بقى بدرجة حرارة الغرفة. أول ما تخرج البسبوسة بتاعتنا وهي سخنة هنسقيها بالشربات على طول. مش شرط تاخدوا كوبايتين، يعني انتي هتشوفي بعينيكي هتاخد قد ايه. يعني مش شرط تاخد كوبايتين من السكر، كوبايتين من المية اللي احنا حاطينها. يعني الكمية دي ممكن تكون كتيرة شوية. بس مظبوط كده. نحط كيس من الفانيليا على الخليط بتاعنا. تقريبا ما جبتهاش برضو، بس انا حطيت كيس من الفانيليا. أنا البسبوسة بتاعتي كان خرجت من الفرن. هو هنا انا اتسعت. كده عليها كده طرية جدا، مش ناشفة ولا اي حاجة. بتشرب يعني في الحال، يعني ما مستنيش ثانية. انا مش قصدي فيها اي حاجة الحتة دي اهو. بعملها لكم خطوة بخطوة. هي بتاعتي ممكن تحطوا كوبايتين ونص او 3 كوبايات من السيرب اللي احنا عملناه، او من الشربات اللي احنا دي معناها ان هي ناجحة وجميلة. شايفين شكلها؟ دي بعد خلاص ما انا شربتها الشربات بتاعها، هرش شوية جوز هند كده من فوق اهو. هنسيبها ترتاح وتبرد من بره شوية، بره التلاجة، وبعدين احطها في التلاجة قبل ما اقطعها. اكيد هتلاقوها دايبة جدا ومرملة، يعني ما اقولكوش طعمها عامل ازاي. متساوية، لا هي عالية ولا هي واطية ولا هي يعني بالملي زي ما بيقول. جربيها ان شاء الله هتعجبك. وما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب. شايفين شاربة الشربات ازاي اهو؟ انا يعني مش عارفة اقول لكم ايه، يعني شايفين اهو، دايبة ومرملة وطعمها جميل وماسكة نفسها في نفس الوقت. اهم حاجة ندخلها التلاجة. شايفين اهو. جميل ولذيذ. لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب عشان توصل لكم كل وصفاتي. لو عجبتكم اكتبوا لي تحت في التعليقات، ان شاء الله تنول اعجابكم.